عايز اقول لك يعني ايه يعني فاهم السي في كويس جدا، حافظه اكتر من اسمك. فدي تريكه مهمه جدا 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 ان انا عارف كل حاجه مكتوبه في السي في. لان في تريكه هقولها بس مش دلوقتي، انسوا ان انا اقولها دلوقتي. في الانترفيو هقول لك ازاي تدير الانترفيو صح. عايز اقول لك الانترفيو مش انت اللي بتروح مسير فيه، او انت اللي بتروح تدار فيه. بالعكس خالص، دي معلومه غلط تماما. انت اللي تقدر تاخد الانترفيو للحته اللي نفسك فيها. جدا يعني انا تعرف اللي ادير الانترفيو جدا، جدا كمان. وتديره باتقان. كمان. ودي حاجه ليها مرجعيه تاريخيه ومرجعيه دينيه ومرجعيه علميه. اللي انا يا هقوله ده كمان ليه مراجع رائعه احنا عارفينها في الحياه، مم. بس احنا بنعملها من غير ما نقصد. بس حلو سبت التشبيه. الفضول عندي. يبقى كده الحلقة الجاية دي فضولها مموتني دلوقتي. بس يعني نكون احنا ألمينا بالحلقتين دول، بالظبط. عرفنا نكتب معلومات كويسه جدا في السي في. معلومات في الحلقه الاولانيه قلنا ان احنا نكتبها بتفصيل دقيق. حلو. المعلومه الثانيه ازاي، الحلقه الثانيه اللي احنا فيها حاليا، ازاي الخص التفصيل الدقيق من غير بيسموه ايه، من غير لا افراط ولا تفريط. اللي هو لا اكتب كلام كتير كتير فياخد كم كبير ولا فالموضوع اكتب يبقى ممل، ولا اكتب ولا كلام اختصر بحيث انه ما مش فاهم بينتش حاجة. نفسي ولا بينت قدرتي. بالظبط. انا عايز اخد اهم كلام اتقال في السي في الكبير قوي اللي انا عامله، وبشكل مميز وبشكل يلقط العين. وهنا لازم نقول نقطه مهمه جدا، التكنيكال رايتنج مهم جدا جدا جدا، نتكلم عنه دلوقتي حالا. لكن التكنيكال رايتنج اللي انا اقصده ان ازاي اكتب باسلوب العين يكون مريح للعين، يكون ملفت للنظر وللعقل، شادد الانتباه، ويكون مشوق في الكلام. اربع حاجات مهمين جدا 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 في التكنيكال رايتنج. عايز اقول لك نفس الباراجراف نفسه من غير ما اغير حرف ولا كلمه ولا سطر فيه، انت تكون كاتبه، محمد يكون كاتبه، انا اكون كاتبه، وفلان يكون كاتبه، واحنا الاربعه واحد يبقى ممتاز وواحد يترمى في باسكت الزباله حرفيا. انت متخيل نفس الكلام؟ مم. انا مش هقول لك باي حاجه، عامل بالظبط زي القصيده الشعريه. حلو. انا ممكن اكتب لك قصيده شعريه انت تلقيها بطريقه صح، محمد يلقيها بطريقه، وانا اخدها القيها في حته ارميها غلط. زي نفس السي الالقاء. في. السي في احنا قطعناه ما رميناهوش يعني. فالالقاء صح، صح. ممكن واحد يقولها الأداء. الاداء. اه. الكتابه ليها اداء بنفس الكلام. فعلشان كده يا اخوانا لازم نطور من نفسنا في التكنيكال رايتنج. دور على الكورسات التكنيكال، دور على الويب سايتس. في ويب سايتس كتيره جدا بتديها مجاني. مم. دور وحط في السكيلز بتاعتك انك وانت بتكتب ازاي تخلي عيني تلقط اول خمس ست كلمات اللي انا عاوزهم بدور عليهم اصلا. شفتهم هكمل، هبقى يعني مش مشتاق ان انا اعرف تفاصيلهم. ايه ده، انت خدت الشهاده دي، خدتها ازاي، السكور بتاعها فين، خدتها فين، في مصر ولا بره، خدتها كام شهر، خدتها في سنه كام. شوقتني. ايوه. الخريج، انت ايه ده، انت خريج بالسكور ده، انت امتياز، انت مش عارف مرتبه شرف، انت الاول، انت يعني مش عارف ايه. ده في ناس انا بكتشف ان هو الاول على الدفعه، بس بكتشف بصدفه. يعني تخيل معلومه زي دي انا اكتشفتها بالصدفه في السي في. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده الاول على الدفعه فعلا كده، يعني حاططها معلومه. اللي هو خلي بالك انا الاول على الدفعه. لا يعني يا نهار ابيض. والله العظيم بالصدفه، بالصدفه انا فعلا عملت الناس انترفيو مقدمين اول على الدفعه، بس كل الحكايه ان هو علشان سكيب عدى سنه واثنين وثلاثه ما اشتغلش واتاخر. بس معلومه الاول على الدفعه دي مش قليله، مم. معلومه امتياز مع مرتبه الشرف مش قليله، معلومه ان انا خدت شهادات تقدير او خدت مسابقات او طلعت الاول في مسابقات او مش دي مش قليله. بس ازاي تظهرها لي من غير ايه، افراط ولا ولا تفريط. تصريح. صح، لان مش دي صح. المعلومه الوحيده اللي انا بدور عليها، انا بدور على بالظبط. حاجات تانية. اه. هي دي. يبقى نضيف على اللي احنا قلناه تكنيكال رايتنج. تكنيكال. حلو. مهمه جدا دي، فن صناعه السي في. حلو. فن صناعه السي في. نضيف برضو عليها حته ايه، ان انا اضيف، احنا النهارده بنتكلم في الاي اي. حلو. الاي اي بيعتمد على التشارتس والرسومات والنسب والبرسنتج اكتر، انه يعمل لك ملخص، يكتب لك الديتيلز بتاعتك بشكل جميل وحلو، وبعد كده يحط لك نسب، يقول لك الاتشيفمنت او
اللي انت حققته في الكام سنه اللي فاتت او في الكام معلومه اللي فاتت كان 70% كذا و20% كذا و5% كذا. كان في الاكسبيرينس بتاعتك كانت انت 70% كنت مركز جدا في هندسه الحفر، و20% كنت مهتم مش عارف جنبها باللغه الانجليزيه، و10% بالسوفت وير، و5% في بيحلل السي البودكاست. في. بيعمل لك داتا اناليسيس. الله ينور عليك. ده برضو نحطه. بس انا رايي انك لازم يكون رايك فيه واضح. في ناس بتفولو اب وخلاص، بيبقى مجرد فولورز، وده غلط. مم. انت راجل دارس، انت النهارده خريج، انا بكلمك دلوقتي خلاص بتعمل سي في، يبقى انت راجل ايه؟ خريج معاك شهاده الحمد لله. وبتقدم. شهادتك دي تفرق معاك. لازم، ما بالظبط. ينفعش تبقى انت مساوي للي لسه خارج من ثالثه ثانوي. صح. فانت خلاص ايه، دخلت وعملت حاجه بالاي اي، ما تسلمش بيها كده، عدل فيها، ضيف، قول رايك. لا انا مش عاجبني لا انت ازاي تقول ان انا 70%؟ انا مش ده اللي انا شايفه. او يا سيدي هو خد من المعلومه بتاعتك ان انت فعلا 70%، بس انا مش راضي عنها. انا مش راضي اكون قاعد في قدام حد ويبقى هو معتمد على السي في ان انا 70% في كذا، وانا بحب حاجه تانية اكتر. مم. ماشي. وخلي بالك هو عمل السي في ده عن طريق الداتا اللي انت اديتها له، لكن ما تنفعش للوظيفه اللي انا، يعني انا ينفع تكون مقدم وظيفه مهندس حفر مثلا، وانت كاتب لي ان انت 70% مهندس خزانات. طب انا مستفيد ايه؟ صح. اروح اعدل. يبقى بلاش ابقى انا تابع بدون اي راي. اخليها اداة تنور لي او تديني الارم على الحاجة اللي انا عاملها في السي في. تديك هايلايتس وتديك بالظبط. نصايح وتديك حاجات، وانا ابدا اخد من خلالها. لا انا هعدل دي، لا انا هضيف دي، لا انا همسح دي. واتفقنا ما تسلمش وخلاص. في معلومه انت شاكك فيها، مش عاجباك، ما انتش هتبقى كونفيدنس فيها، وفي نفس الوقت مش هتخل. يعني لو في طلب مطلوب منك في الوظيفه ان انا اكون حاجه معينه وهي معايا، ما اشيلهاش وخلاص. لا، ما هو انت كده مش كي وورد ايوه هتبقى ناقصه. صح. يبقى احطها، بس اعمل ايه؟ اجري جري واروح اكد عليها بقى. مم. يعني انا اكتشفت في اعلان التوظيف ان يشترط ان يكون معاه الكورس الفلاني. هيبقى في قدامي حل من اتنين: لو انا مش معايا الكورس خالص، حاول تاخده بسرعه. حلو. شوفوا كده اونلاين ممكن يتاخد في قد ايه، ولو هو بفلوس معايا الفلوس ولا لا، ونسبه النجاح قد ايه. حاول فعلا فعلا، خد الريسك وقول ان انا معايا الكورس، وروح خده النهارده والشهاده تطلع بكره. فاهم. او بس ده ريسك، ده لانك ريسك لو كتبت في 100%. السي في ان انا اخدته ولاي ظرف ما خدتوش، راح عليك كده. صح. ماشي. وساعتها ما تحطش التاريخ بتاع الشهاده، تقول ابل ريكويست مثلا. انا بديك حاجه هي خطر ومش صح انك تعملها، لكن هنفترض ان هي شرط اساسي وانت ضامن ان شاء الله، او انت كنت حاطط بلان، او انت كنت حاجز كورس وبالصدفه الكورس ده ميعاده الاسبوع اللي جاي والوظيفه اتحددت النهارده. يبقى خليك ذكي في الكتابه، اكتب ان انا حاصل على الشهاده دي ابل ريكويست، ما تحطش تواريخ. او اندر بروجريس، ايوه تحت يعني شغال فيها ايوه. من الاخر بشكل ما. ما احنا اتفقنا انك تحاول قدر المستطاع تحط، او حطها في السيلف سكيلز. لو انت مش عايز بقى تحطها في السيرتيفيكت لان مش معاك سيرتيفيكت، خلاص مش معاك شهاده. ودي تكون افضل حاجة يعني حاول تديني امبريشن ان انت، يعني انا بحاول والله يا اخوانا، انا اه راجل انا ميت على وبجتهد الوظيفة. ونفسي والله، وعايز اضيف وعايز اعمل كويس. بالظبط. ايه رايك نتكلم بقى في ترتيب السي في مثلا؟ نتكلم في ترتيب السي في ولا نشوقهم؟ احنا عايزين المره اللي فاتت، يعني المره الجايه احنا عايزين نقف لغايه انا قدمت والناس احنا اتصلوا بيا. دلوقتي خلاص الحلقة اللي فاتت عملنا مرجع، وبعد كده دخلنا في الحتة بتاعت التمبلت. تمام. حلو كده. والنهاردة بدأنا إن إحنا نقول التريكات والشهادات إن إحنا خلاص إحنا وصلنا مراجع، شهادات، كورسات. كل ده بيبقى عندي عشان لو الشركة طلبت أنا عندي كل حاجة، التمبلت موجود وكل حاجة موجودة. هاخد أحط الحاجة المطلوبة للوظيفة اللي هم طالبينها. يعني تمام. الحاجة الوظيفة طالبة مثلا أنا عايز مهندس حفر، فأنا خلاص هعمل التمبلت اللي هو كل حاجة خاصة بالمهندس الحفر. أنا عملت تمبلت خلاص، أنا هقدم في الشركة، هروح أدور على الشركة، معلومات عنها، إذا كان ويب سايت، اروح الشركه ذات نفسها، اترفضت مره اتنين تلاته الخمسه هتخشها. اول 50. اول 50. مفيش حاجه مضمونه. ما بالظبط. تيأس. بالظبط. يعني يعني ما يعني فيش في يعني كلمه انت. شهيره قوي بتتقال
في النقطه اللي انت قلتها دي. انا اقدم ليه 50 مره في نفس الشركه. ايوه، ما هو انت في اوضاع اختلفت في الشركه في ال 50 مره دول. صح. يعني انت اول مره ما كانوش طالبين، تاني مره بقى طالبين، تالت مره لا قدر الله حد مات فبقى في وظيفه ظهرت، رابع مره حد اترقى فعايزين وظيفه، خامس مره خدوا مشروع جديد فعايزين ناس جداد، سادس مره، سابع مره، تامن مره، في اختلاف. انا كنت في السبع مرات الاولانيين ما كانش معايا كورسات، فعملت ابديت للسي في فاروح اقدم الثامنه والتاسعه. يعني ما تيأس. صح. انت وظيفتك حرفيا انك بتدور على وظيفه. دي حقيقة. دي وظيفتك بعد التخرج. انا بدور على وظيفه. بس اوعى بس تقول لي انا من كتر ما بدور على وظيفه مش لاقي وقت اشتغل. يقول لك انا بصحى الصبح وراجع بالليل، هشتغل امتى؟ ما عنديش وقت ما عنديش اشتغل. شغل. لا انا قصدي ركز، يعني تخرج كل طاقتك. احنا يعني الحمد لله رب العالمين. دي نعمه، نعمه الشباب دي نعمه. فضل عشان ونعمة. كده يعني ايه السؤال اللي هتساله يوم القيامه وعن عمره فيما افناه يعني وعملت فيه ايه؟ دي صح. مهمه جدا. لازم يكون عندك هدف. دي حقيقة جيب جون في الاخر. نجيب جول. هنزل محمد بديل. والله انا خايف محمد يجي يكمل لك الامتحان ولا يكمل لك الانترفيو، ما هو مش يكمل لك مهم، هو يشتغل وهياخدني معاه. او يقسم معاك كل ما طبعا الناس اللي شايفين مش فاهمين انا. لا اصل انا لا. كل ما اقول له انت ما كملتش يقول لي محمد هيكمله لي مش عارف. محمد كل حاجه محمد يكمل. هو اللي هيقعد مع والد العروسة. طب ماشي، ولد عروسه مقبول، لكن انترفيو مش حدش هيقعد معاك. ماشي، ما اللي هيقعد مع والد العروسة يقعد مع انترفيو. لا، يا ريت والله. او ممكن نحط ايه سماعه كده ونسرب الامتحان. والله طب حلو والله يا هندسة. طب احنا كده وصلنا لبارت 2 من السي في. هل في حاجة تاني في السي في ولا كده يعتبر احنا وصلنا لنهاية السي في؟ حتى الان احنا بقينا كويس، ان جود شيب كويس، وعملنا تمبلت ان شاء الله تكون كويسه، رتبناها كويس، حطينا فيها، حطيت نظري انا بعد ما اخلص الكلام ده كله امسك السي في بتاعي او اعرضه على والدي، صاحبي، حد، والدتي، اختي، بنتي، مراتي، جيراني، دكتوري، اعرضه على الدكتور بتاعي في الجامعه. ايه رايك في السي في؟ كل واحد هيكون له راي مختلف. صح. مش شرط اخد برايهم، يعني اسمع منهم، ولو اقتنعت بحاجه نفذها، ما اقتنعتش ما تنفذهاش، لان ممكن واحد يكون رايه مش صح. بس معظم الناس اللي عندهم خبره والدكاتره طبعا في الجامعه بيكون عندهم صراحه رؤيه حلوه جدا. فبعد ما تخلص اعرضه على الدكاتره. ايه راي حضرتك؟ هيقول لك والله زود الخط، قلل الخط، زود كلمه، شيل كلمه، الكلام ده كتير، ده مش مفهوم، ده حلو، ده وحش، عدل. ادخل خد اراء الويب سايتس في السي في بتاعك او في الديزاين بتاعه او ادخل على السوفت ويرز اللي تقدر يعني تشوف السي في بتاعك ده نسبته مقبوله ولا مش مقبوله. دايما حدث من نفسك وطور من نفسك واعمل وسوي. وبعد كده امسك السي في وحط ستوب ووتش كده 30 ثانيه، واقرا واعمل الحكايه دي مع كل اصحابك، مع كل قرايبك، مع مش عارف ايه. ايه رايكم في السي في؟ وبعد كده اسحبوا منهم بعد 30 ثانيه بالظبط. يقول لك انا ما كملتش، قول له ماشي، انت عرفت ايه في ال 30 ثانيه دول؟ مم. والله عرف معلومه مفيده عنك، يبقى انت كده وصلت. انا عايز كلمه المعلومه المفيده دي تبقى هي دي الجوب، الوظيفه اللي انت مقدم. ايه ده انت مقدم لمهندس بس خلاص شكرا، انت كده خدت التارجت بتاعك. طب انت عرفت عني ايه في كلمه انت مهندس حفر ومعاك كورس كذا واشتغلت كذا واتخرجت سنه كذا وسن كذا؟ انت عرفت دول في 30 ثانيه؟ جميل، هروح اكمل بقى بقيه الحاجه. خلاص. حلو. يبقى لو وصلنا للمرحله دي انا كده جاهز ان انا ابعت السي في. وعرفنا احنا طرق ان احنا نبعت دي. بنبعت بقى، قلنا في كل الطريق. ومعلش هقول لك تريك برضه في حته السبميت ابلكيشن. في كله يكتب سجل، انا اسمي مكتوب عندك. سجل سجل. عشان خاطر يعني في الابلكيشن اللي موجود على الويب سايت او الموجود في الابلاي ناو او الموجود في اللينك اللي بيبقى موجود في البوست بتاع الهايرنج بتاع التوظيف، هم حاطين خانات ثابته، مش انت بس اللي بتملاها، كل الناس بتملاها. فافهمها عشان خاطري، عشان خاطري افهمها كويس.
واقراها كويس. ولو مش عارفها، لو انت بتتذاكى، لا اتاكد منها. لو هي بالانجليزي خد الكلمه، حتى لو انت ايه ده مكتوب الاسم بتاعي، معلش اتاكد ان هو ده الاسم بتاعك عشان خاطر. لان تلاقي مثلا مكتوب ان الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم والنيك نيم والبيرفكت نيم، وهو كل ده كاتب محمد 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 محمد. يا عم والله انا مش حماد. انا مش بقول لك كرر اسمك، انا عرفك كل كده اللي بقوله جمع يعني. بالظبط. هو كل ما شاف كلمه نيم بيحط او الاسم. او انا محمد راجع مثلا، كتب في الخانه الاولانيه محمد راجع، والثاني محمد راجع، محمد. والثالثه محمد راجع، والرابعه محمد راجع. ما انا لو عايز محمد راجع واحده كنت اخترت واحده صح وخلاص. دي هو مش فاهم ان الابلكيشن ده بيملالي في الاخر فورمه ثابته، صح. وغالبا الفورمه دي بعمل بيها كومباريزون ما بين الناس. فتخيل انت اسمك اللي المفروض يبقى محمد وراجح يتحطوا مع بعض، لا اتكرر محمد راجح محمد راجح محمد راجح محمد راجح محمد راجح، ده في خانه واحده. دي امبريشن وحشه. ده في الحاجات البسيطه الفيمس المشهوره. لكن لا، ده في بقى حاجات تانية اللي بتبقى معظم اجاباتها يس ونو. هو والله ما فاهم السؤال عشان يكتب يس ولا نو. فانت حرفيا خد السؤال ترجمه وافهمه، وبعد كده اختار الاجابه. ماشي. دي تريكه مهمه جدا في الابلكيشن. طيب تريكه تانية في الايميل. عايز اقول لك، انا هقول لك جمله اهي، بص انا هقولها لك اهو. انا محمد راجح، مهندس بترول حفر، خريج سنه 2025، ومعايا خبره كذا، واشتغلت في كذا، وعندي مواد كذا، ومعايا كورسات كذا. ايه رايك في الجمله دي؟ ناس كتيره جدا بتحطها في السبجكت كتير قوي. وتسيب البادي فاضي. ايه ده؟ يقول لك ايه، اضمن عشان يقرا. يعني انت متخيل ان انا عنوان الايميل، يبقى ده مش كله. عنوانه، عنوان موضوع الايميل او موضوع الايميل اللي اه كتب فوق ده، هيظل منه ايه؟ هيظل منه كلمتين. بالظبط. اصبح ده حدوته. انا عاوز عنوان مختصر، اللي هو مهندس حفر سي في، 3 كلمات بس عشان مم. العنوان يظهر ويبقى التارجت واضح وانا فاهم ده ايه. وبعد كده لما افتحه هدخل اشوف بقى البادي بتاع الايميل. البادي بتاع الايميل مهم قوي ان انا اكتب فيه تفصيله، لان ممكن ما اشوفش السي في. ففاكر انت ال5 سطور اللي انت حطيتهم في البريف بتوعك، هم دول اللي حطوا في البادي، مع مراعاة ان الايميل ليه بداية ونهاية وتحية صح. وختمة، الحاجات بقى البروفيشنال بتاعت الايميل واللي مهمة تتعمل، مهمة جدا. انا جنب التكنيكال رايتنج او من ضمن التكنيكال رايتنج ازاي اكتب ايميل، صح. يبقى في التكنيكال رايتنج ازاي اكتب سي في، ازاي اكتب تقرير عن نفسي، ازاي ابعت ايميل. ده مهم جدا في التكنيكال رايتنج. فيبقى دي سكيلز مهمه جدا لازم كل واحد فينا يكون متعلم. حلو. خلاص، يبقى انا عملت الابلكيشن فهمته كويس، اه او عملت السي في، عملت تمبلت كويس للسي في، بعت الايميل بشكل لائق وكويس، اديت السي في مطبوع للناس اللي انا عرفتهم جوه الشركه، رحت لغايه الشركه وقدمت السي في. انا كده شايف ان شاء الله ان انا عملت سيرفي كامل لكل المطلوب مني وعملته. هل اقف بقى ده طبعا. اتابع؟ صح. طبعا مهمه جدا. طب اتابع ازاي؟ فاكر انت الويب سايتس اللي انا اتكلمت عليها؟ ما هي ما تبقاش مره. اولا زي ما احنا قلنا لازم الجوب الرت يكون متنور عندك، يكون متشيك، صح. اللي هو اول ما جوبايه تظهر يبعت لي ايميل ان انا ظهر عندي جوبايه. صح كده؟ صح. طيب. حاجه تانية، ان انا اكون كل يوم ابص على الويب سايت، ممكن ما تعملش ابديت، تحط فيه جوبس وما جاتليش، توقع اي حاجه. الناس اللي انا كلمتهم من غير ما ازهقهم ابعت لهم مره رساله، ايه الاخبار يا هندسه، حاجه ظهرت يا هندسه، افكرهم كل اسبوع، كل شهر، كل مش عارف اسبوعين، افكرهم مره، مش غلط. طب يا محمد ده ما ردش عليا، عادي مش مشكله خالص، كان مشغول وما ردش عليا، كان نايم وما ردش عليا، كان في الحمام وما ردش عليا، كان مع صاحبه، كان في خروجه، كان في اجازه وما ردش عليا. خلاص خلي بالك هو ما ردش دلوقتي. حلو. وبعد انا بعت له رساله على الخاص، او بعت له ايميل، او بعت له رساله على الواتس، او بعت له رساله على لينكد ان او وات ايفر، بعت له رساله مم. عشان ما يبقاش مكالمات كتيره، ما ردش عليا، انشغل، جات له بعدها 10000 رساله، خلاص هو سكيب. او ممكن يكون شافك وشاف الرساله وقال هرد عليك وانشغل، عادي، ما تلوموش هو. صح. اعمل ايه؟ اعمل له ابديت كمان يومين ثلاثه، كمان اسبوع، كمان شهر، يعني بشكل ما لائق كده. يأس. ما تفيش يأس. الراجل اللي بعت له، الراجل الايميل اللي بعت، ممكن تبعت تاني مع الابديت، بليز فايند ماي ابديتد سي في مثلا، يبقى انا بفكرهم ان انا قدمت وفي نفس الوقت عملت ابديت. اعمل بقى ابديت، مم. ما انت ما تجيش بعد شهر تكون محلك سر يعني. اخدت حاجات اونلاين، اخدت كورسات،
نزلت اماكن، رحت دورت في شركات، دورت في اعمل ابديت. حلو. ما تنساش في السي في تكتب انت عاوز ايه من الشركه وهتقدم لها ايه. انت عاوز ايه من الشركه؟ انا عاوز اتعلم، وعايز التحق باسم كبير، وعاوز اخد خبره كبيره، وعاوز اخد التكنولوجيا الجديده. طب وهدي ايه للشركه؟ لا ده انا هقدر اتعلم بسرعه واعلم غيري، واقدر اضيف فاليو للشركه، سواء اذا كانت فاليو تكنيكال او فاليو فاينانشال، او احاول اخترع حاجه، او احاول ادخل حاجه جديده، او احاول انظم، او اكبر الشركه معايا وانا بكبر معاها. ما هو كل الكلام ده لازم يتكتب في السي بالظبط. في بشكل لائق وجميل وحلو. حلو. حلو يا هندسة، برضه كان هرجع لسؤال، كده ننتهي عند السي في ولا لسه في حاجة تاني؟ انا شايف ان كده ممكن ندي فرصه بقى للناس اللي بتتفرج علينا، لو هو عنده اي راي عاوز يضيفه يقوله لنا. احنا قلنا احنا قدر المستطاع لمينا لمينا كل كل حاجة. الموضوع، ان انا خلاص عملت بيلد السي في وقدمته. حلو. كده منتظر الرد. حلو. حلو. واحنا اتفقنا الانتظار معاه فولو ومعاه ابديت. بتابع وبحدث واطور من نفسي، بتابع واطور من نفسي، قولوا معايا مرتين كده: بتابع واطور من طور من نفسي، نفسي، بتابع تابع وطور واطور. من نفسي، تابع وطور من نفسي. بحيث ان انا اتابع فعلا، اعمل ابديت واشوف الشركات واطور من نفسي، احاول اخد كورسات اونلاين، حاجات ببلاش، حاجات بفلوس، حاجات منح، حاجات اي حاجه اطور من نفسي. والسي في على طول ابديت معايا، ابديت ابديت، يبقى حاجه طب يا فريش. هندسة برضو قدمنا هقول خلاص. قدمنا خلاص، في حاجة اه. بقى انت حضرتك قلتها مش تديني من طرف المعلقة، ازاي ادير الانترفيو؟ يا نهار ابيض، احنا المره الجايه ان شاء الله مش بس هنعرف ندير الانترفيو. تخيل نفسك كده انت النهارده ان شاء الله الشركه اتصلت بيك. خلاص انت خلاص الشركه، تعالى بكره، تعالى النهارده، تعالى الاسبوع اللي جاي، تعالى الشهر اللي جاي، انت عندك انترفيو. هتروح بقى الانترفيو، هتعرف بالظبط هتحضر ايه للانترفيو، هتحضر ايه للاجابات، هتحضر ايه للاسئله اللي انت عارف اجاباتها، والاسئله اللي انت مش عارف اجاباتها، والاسئله المفاجاه اللي انت ما تعرفهاش اصلا هتحضر لها ايه. ازاي لما ما اعرفش اجابه اسحبه ناحيتي في حاجه تانية. ازاي ادير حرفيا الانترفيو. ازاي ابقى انا واثق في نفسي حتى وانا بجاوب غلط، او انا مش عارف الاجابه، او انا بحاول في الاجابه. هنعرف الكلام ده كله. عارف في حته جميله جدا بتحصل في الانترفيو، هقول لك على المره الجايه ان شاء الله. طالما عمل كده يبقى احنا هننهي الحلقة. المره الجايه ان شاء الله نعرفها تفصيلتها وحاجتها، وان شاء الله يعني. خلاص، انتظرونا في الحلقة الجاية مع التشويق بقى والإثارة مع الباشمهندس بس عبد احنا المنعم. نسينا حته مهمه قوي، ايش؟ ان لو حد استفاد اي حاجه من الحلقه، حد استفاد لازم حضرتك يعمل بقى ايه؟ لازما انت بقى شيك حضرتك بقى على اهو على بياض. لا لا مش شيك تنهي اهو، انت احنا الحلقة عايزين بقى. دعوه ليا ولاسرتي ولامي وابويا بالرحمه. دي اهم ربنا حاجه. يرحم لو الجميع يا حد رب. استفاد حاجه، ما حدش استفاد حاجه يدعي برضه، لانه ربنا هياخد يرحم مثله. الجميع. يعني ثواب كده يعني. كده كسبان كسبان.